السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في الحقيقة انت لازم تتفرج على الفيديو ده من اوله لاخره، وهتستفاد منه استفادة كبيرة جدا جدا جدا. لا حد هيقولك الكلام ده، ولا في حد قالهولك، وانت ذات نفسك انت عايزه جدا ومحتاجه وبتدور عليه مش لاقيه. نقرب بس كده شوية. وكمان لازم تتفرج على الفيديو الاخر لان فيه مفاجأة كبيرة جدا في اخر الفيديو. بما انك بصيت على عنوان الفيديو، العنوان واضح ومكتوب ازاي تبدأ فريلانسنج. وبما ان في ناس كتير بتسألني من صحابي ومن ناس المعرفة، اللي هو نبدأ ازاي، احنا عاوزين نبدأ، عاوزين نتحرك، عاوزين نعمل. فكلهم بيجوا يسألوني، فانا بتشتت، يعني ما اعرفش اقول لمين ولا مين، وانا ذات نفسي انا ما حدش جه قال لي حاجة. انا لما انا بدات انا شغال جرافيك ديزاينر. اول ما بدات في الشغلانه محدش قال لي حاجه ولا رحت سالت حد، انا كنت لوحدي بطولي، محدش ساعدني خالص ولا حد اداني معلومه. انا بدات ادخل على اليوتيوب، ايه هو الفريلانسر. لان انا كنت شغال عامه، كنت شغال في شركه اكسسوار سكوريت. فانا ما كانش نظام الشغل في الشركات اللي هو تبقى انت ملزوم بوقت معين ولازم تروح في الساعة كذا واخرك الساعة كذا وما ينفعش تتأخر وشغل الشغل ده ما كانش عاجبني. انا حر، يعني انا بحب ما اكونش متقيد، انا عايز كده ابقى حر، اروح المكان اللي انا عايزه، اشتغل في الوقت اللي انا عايزه، اعمل اللي انا عايزه. محدش يكون مقيدني بحاجة معينة. فبدأت أبحث على النت، على السوشيال ميديا، على اليوتيوب، على فيس، انستجرام، تويتر. بدأت أبحث، فلقيت في حاجة بتعمل فلوس من الانترنت. الكلام ده بقاله سنتين ونص. بدأت أعرف إيه هو الفريلانسر ده. عبارة عن مهارة، أنت بتكون أنت ممتلك مهارة معينة واتعلمتها اوريدي، فأنت بتقدمها للناس، والناس بتدفع لك فلوس مقابل ده. طيب ايه هي المهارة ديت؟ بدأت ابحث المهارات المتاحة. لقيت في ديزاين، جرافيك ديزاين، برمجة، تصميم مواقع، حاجات كتير جدا، يعني حاجات كتير لا تعد ولا تحصى. انت ابحث بنفسك، ده بحر، ده بحر كبير جدا. ابحث بنفسك وشوف انت ايه الشغلانة اللي هتنفع معاك وابدأ اتعلم. ف يعني انا بدات ان انا اجرب، يعني انا جربت، بصيت على البرمجه، لقيتها صعبه جدا ومحتاجه وقت. فانا عايز انجز، يعني انا عايز ايه، بحيث ان انا استقيل من الشركه اللي انا كنت شغال فيها وابدا بقى الكارير بتاعي. سبت البرمجه، بدات ادور، فلقيت الجرافيك ديزاين. فبدات ان انا اعمل يعني كذا بروفا كده في الموضوع. فلقيت الموضوع يعني هو صعب ايوه، بس اسهل من غيره. لو انت فعلا يعني همك الموضوع ومهتم بيه جدا، هتتعلمه في شهر او في شهر ونص، شهرين كتير جدا هتكون خلاص قفلت. طيب حوار الجرافيك ده محتاج لابتوب او محتاج بي سي. فما كانش عندي لا لابتوب ولا كان عندي بي سي. فهعمل ايه بقى؟ ما كانش معايا غير حتة موبايل. الموبايل ده، حتة الحديدة ديت، ده بس اللي كان وحيد معايا. هو شكله كده بس عشان ايه؟ البطارية لما ركنت الموبايل البطارية اتنفخت فنفخت الشاشة. المهم انا عاوز ابدا بامكانيات اللي معايا، انا مش عايز حاجه واو، ولا عاوز ان انا اجيب لاب ولا بي سي. الحاجات دي كلها بعدين هبقى اجيبها، بعدين لما اجيب ايه تمنها. طيب انا عايز ابدا دلوقتي، ابدا ازاي؟ ما مش معايا الا حته الموبايل ده، موبايل قديم. طب اعمل ايه؟ بدات ابحث في الموضوع، لقيت في حاجه اسمها كانفا. طيب سالت نفسي هو كانفا ده هيفيدني في ايه؟ انا عاوز الستريتور بقى وفوتوشوب والحاجات دي كلها. لا، فلقيت كانفا بيعمل تصاميم، بس هي تصاميم جاهزة، بيديك قوالب جاهزة وانت بتعدل عليها بس وبتسلم العميل. طيب نبتدي باللي معانا واللي قدامنا، احنا مش خسرانين حاجة، نبدأ يا عم. مش هنخسر. ظبط الموضوع تمام، ما ظبطش يبقى هكمل في الشغلانة اللي انا فيها، واحوش تمن اللابتوب او البي سي، واجيب اللابتوب او البي سي وابدا اشتغل. اديت لنفسي حوالي 4 ايام كده ان انا اتعلم كانفا ده، اشوفه اساسياته ايه وبيعمل ايه والحوارات دي كلها. خدت ال4 ايام دولت او ال5 ايام، عرفت الدنيا رايحة فين وعرفت كانفا شغال ازاي، وبدأت ان انا ايه، اجرب اعمل بروفات كده على كذا تصميم، على كذا حاجة بتاع. بدأت اعمل، فلقيت الموضوع ماشي معايا وتمام. استنيتش بقى حد يجي يقول لي لا انت يوجهني لازم تشتغل كده وتعمل كده وما اعرفش إيه. ما استنيتش حد يوجهني. انا لما رحت بحثت على الانترنت، على اليوتيوب، مفيش حد معين بيديك المعلومة كاملة. لا، ما هو انت اول ما تدخل على تبحث عن الحاجة،
وتلاقي حد مثلا فيديو انت مش فاهم منه حاجه وبتاع، فتسيب الشغلانه تقول لك وتقول دي شغلانه مش هتنفعني وبتاع ونصب والكلام ده كله. لا يا ريس، شوف الفيديو ده والفيديو اللي بعده واللي بعده، واربط الفيديوهات مع بعض وجمع معلومه من هنا على معلومه من هنا. هتبدا ان انت ايه، تاخد على حاجه، وهتبدا ان انت يبقى عندك خلفيه كبيره جدا عن الحاجه اللي انت عايزها وبتبحث عليها. مش اللي مثلا انا شفت فيديو ولا اتنين فمش عاجبني ومش فاهم حاجه فتبدا نفسك تتسد عن الموضوع، فخلاص الموضوع ده مش هينفع معايا. لا لا، انت لو فعلا عايز تعمل الحاجه هتعملها بضمير يا ريس. ابدا ابحث ودور وشوف، ده الفيديو ده مش هينفع، لا شوف غيره، شوف ما اعرفش ايه، الشخص ده شرحه مش حلو، طب نشوف اللي بعده. ابدا اعرف وابحث ودور. يعني لو انت صفر، لو انت زيرو، لو انت زيرو، المفروض اصلا 3 شهور انك تتعلم، تبحث عن المجال، تمام، وتعرف انت هتتقن ايه، وتتعلم المجال ده في خلال 3 شهور. يعني ال3 شهور دول، بلاش اقول لك 6، بلاش اقول لك 6 شهور، لان في ناس بتقول لك سنة عشان تبدأ تتعلم مهارة زي البرمجة او الجرافيك ديزاين. لا، لو انت عايز فعلا تعمل حاجة هم 3 شهور اخرك، يبقى انت كده فل. بدأت بقى أشوف كذا فيديو على كانفا على اليوتيوب، وكذا شخص وكذا حد، وبدأت أجمع من هنا على من هنا معلومة بتاع. بدأت إن أنا أبدأ أصمم على البرنامج وخلاص خدت عليه، بس مش قوي. يعني أنا لغاية دلوقتي لسه في حاجات بكتشفها فيه. تمام، أنا بقالي 2 سنين ونص لغاية دلوقتي، في حاجات اسمها تطبيقات كده، كلها اي اي، كل شوية بضيفوا حاجات جديدة، فأنا لسه بكتشف حاجات فيه جديدة. غير دلوقتي أنا شغال فوتوشوب وإليستريتور وإن ديزاين وحاجات عالية يعني. اللي هو انا دلوقتي خلاص، انا بقيت خلاص عارف اصمم ازاي والاساسيات كلها عارفها. نجرب يا ريس، مشي الموضوع معانا خير وبركة، ما مشيش نحاول تاني برضه. فعملت كده صفحة على الفيسبوك باسمي او معرفش باسمي، الكلام ده من 2 سنين ونص يعني مش متذكر قوي. وبدأت ابحث، لان انا اي حاجة ببقى عايزها ببحث بلاقي في جروبات كتير عن الموضوع ده. فكتبت جرافيك ديزاين او مصممين جرافيك على الفيسبوك، فلقيت في جروبات كتير جدا، جروبات فيها 500 الف، وفي اللي فيه مليون، واللي فيه 900، واللي فيه 300. فانضميت للجروبات دي كلها وعملت بوست ان انا بصمم كذا وبتاع. فقعدت يوم اتنين مفيش حاجة، مفيش حد كلمني ولا بتاع. طيب هل يئست انا بقى لو خلاص كده الموضوع تمام، مش هينفع وبتاع؟ لا. فبدأت ادور، طب هو انا الناس مش عاوزة تجيلي، فانا اروح لها انا بقى، اروح لها انا ليه؟ لان الناس مش عاوزة تجيلي. ليه؟ لان انا مفيش شغل، مفيش ثابت اعمال. ليه؟ انا ما عملتش حاجة. انا بقول لكم انا كنت صفر. هو طبعا انت لازم تعمل ليك بورتفوليو كويس جدا جدا عشان خاطر الناس تقبلك. فانا كنت صفر، ما كنتش اعرف ده كله. فانا قلت لا، لازم انا اللي اروح للناس بقى، مش الناس هي اللي تجيلي. فبدأت أقلب، فلقيت واحد عامل بوست إنه محتاج شخص يصمم له تيشيرت. كان في وقتها كان في فاينل الأهلي وفريق كان في أفريقيا، فهو كان عاوز يعمل تيشيرت تصميم للأهلي. فالمهم أنا كلمته قلت له عادي أنا ممكن أعمل لك التيشيرت ده وبتاع. فاتفقنا على السعر كان 300 جنيه. 300 جنيه للتيشيرت زي كده ده مش مبلغ خالص نهائي، بس انا كنت عايز ايه؟ اي دافع، اي دفعه وخلاص، اي حاجه تزقني لقدام كده وبس، اعرف ان الموضوع ده فعلا بيجيب فلوس. فانا بقى خدت التاسك من هنا بحماسيه جدا، يعني انا كنت مش مصدق. بدات ادخل على البرنامج، صممت التيشيرت وبتاع، بعت له صوره منه، بس بعتها له اللي هو شوفها مره واحده عشان الموضوع ده، عشان يعني ما ينصبش عليا وكده، نشوفها مره واحده. لقيت التصميم عجبه جدا جدا جدا، يعني عجبه فوق ما تتخيل. طيب عملت له 3 نسخ، اللي هو احمر وابيض واسود، الالوان دي بس. وبعد كده بعد ما خلصت قال لي ابعت لي الرقم ابعت لي الرقم الكاش بتاعك حول لك الفلوس. حول لي الفلوس؟ يا نهار ازرق، ده فعلا الموضوع شغال اهوت وبتاع. بعت له الرقم وحول لي الفلوس. انا خلاص انا مش مصدق نفسي. انا طلعت بص. شفت انت لما مصر لو مثلا مصر في المونديال في الفاينل وجابت جون في الدقيقه 90 وخلاص هتكسب كاس العالم، شفت انت هتتنطط ازاي؟ انا نفس الموضوع. ما اعرفش ازاي، بس هو اللي هو يعني بعد التعب ده كله فعلا في ايجابيه في الموضوع. بس ادي الدفعه يا ريس من هنا، بس كده انا مش محتاج حاجه تاني.
300 جنيه مش فلوس، ايوه، بس فعلا لو 5 جنيه، لو 5 جنيه في حاجه انت تعبت فيها هتحبها جدا، هتحبها جدا، وجرب عن تجربه. وبعدين تمديت في الموضوع بقى، خلصت التاسك ده، عاوزين تاسك تاني، عاوزين حاجه غيرها، احنا خلاص مش، انا مش فاضي انا بقيت صاحب بيزنس خلاص. فبدأت ان انا ايه بقى، يعني اكتر بقى، اشوف ادور مين عايز، مين بتاع، اعمل بوستات كده. بعديها بحوالي يومين بالظبط جالي واحد، كان هو في بنها بتاعي، كان عنده مصنع او حاجه كده، كان بيصنع دواء للاراضي الزراعيه، فهو كان عاوزني ان انا اعمل له بوست للازازه ديت او النوع ده، عشان يحطه على السوشيال ميديا، على الفيسبوك، على الانستجرام، على المواقع ديت. فاتفقت معاه ان الصوره ب 200 جنيه. كان يوم جمعه، لسه فاكره لغايه دلوقتي، الصوره ب 200 جنيه. حول لي 100 جنيه، وبدات انا في البوست ده، خلصته له. يعني صليت الجمعه والعصر كده، بعد العصر كنت مخلصه له. جيت بعت له شوفه مره واحده، وبعد كده بعت لي المية التانية، وجيت بعت له الصوره. فعجبه الشغل وقال لي احنا هنستمر مع بعض وكده. قعدت اشتغل معاه حوالي شهر. ما اعرفش هو قفل الموضوع ده ولا ايه، ولا قفل المصنع ده ولا قعدت اشتغل معاه حوالي شهر. كان كل يومين يعمل صورة. فانا في الشهر ده، اول ما بدأت عملت حوالي 7000 في اول شهر. مش متذكر، بس هو تقريبا 7000 اول ما انا بدأت في المجال ده، في مجال الديزاين. فانا كنت بقبض من المكان اللي انا كنت شغال فيه، كنت بقبض 3000 وكنت بقول كويسين جدا. وانا قاعد في البيت وعلى الموبايل بتاعي، وقاعد كده بعمل بس شوية ديزاينات، 7000 في اول شهر، ما شاء الله. فخلاص، اللي هو انت مستني ايه؟ ابدأ يا ريس ودوس. فبدأت ان انا ايه، الشهر اللي بعده بدأت ان انا اجمع، وجبت بي سي يعني على قد كده شوية، وبدأت على البي سي ده، وعملت لي بيج بقى على الفيسبوك، وبدأت اشتغل. وبعد ما جبت البي سي، عملت حوشت تاني وجبت لابتوب. وبعد ما لا، انا جبت البي سي، وبعد كده جبت موبايل جديد، وبعد كده جبت لابتوب، و... وبعد كده جبت شوية حاجات تانية كده، فاهم؟ فمن حتة ايه، من حتة الموبايل ده، شايف الموبايل ده، حتة الموبايل ده هو السبب في كل حاجة. من غير ده ما كنتش هعرف، ما هو ده هو ده اللي فهمني يعني ايه فريلانسر، ويعني ايه ديزاين، وعلمني، وجاب لي ناس، وهو اللي صرف عليا، هو السبب في كل حاجة. فانت ما تيأسش، ما تقولش انا ما معيش امكانيات، وما معيش حاجة ابدأ عليها، وما معيش بي سي، ما معيش لابتوب بتاع. لا يا ريس، ابدأ. وما كانش عندي نت، انا كنت شغال داتا. فمستني، مالكش حجة، انت بس ابدأ. ابدأ، انت مستني يعني؟ انا بص، انت عاوز واحد يحطك على السلم، انا ما كانش في حد حطينا على سلم، ولا حتى على ابلكاشن، ما كانش فيه. انا اللي بدأت من نفسي، مع نفسي بدأت دورت، شفت ده بيشتغل ازاي، ده بيعمل ايه، يعني ايه فريلانسر، يعني ايه جرافيك ديزاينر، يعني ايه اصلا انك تقعد في البيت وتشتغل وانت قاعد في البيت. يا سيدي مش بقولك اقعد في البيت، اشتغل اول ما تشتغل كده، بس لو انت ما عندكش لابتوب، اشتغل في البيت بالموبايل بتاعك، تمام. بعد كده هات لابتوب، وبعد كده اطلع بقى اشتغل، اقعد على كافيه، اقعد في اي مكان كده رايق، اشتغل، شوف دنيتك بقى. انا بعمل كده. وحاليا انا دلوقتي مش شغال في جرافيك ديزاينر بس، لا، الموضوع ده فتح لي مجالات كتير جدا، فتح لي مجالات كتير جدا. يعني انا اشتغلت مع شركات في المانيا، وشركات في السعوديه، وفي الامارات والله، وفي الكويت، وفي ليبيا، وفي اليمن، والله الكلام ده صح. من ايه؟ من حته الموبايل ده. وعشان انا بدات، وعشان انا محدش وقف معايا خالص، ولا اهلي، ولا اصحابي، ولا اي حد نهائي، كنت انا بطولي لوحدي، تمام. وانا جاي هقول لك اللي انا حصل معايا، جاي اقول لك اللي حصل معايا، عشان انت لما تيجي تسالني تقول لي انا عايز اتعلم، مش هتقول لي انا عايز اتعلم. صدقني انا ممكن افيدك في معلومه ولا اتنين، لكن انا مش هفيدك في كله. مش ان انا مش عايز افيدك، لا، لان انا فعلا انا بدات، مفيش حد قال لي حاجه. انا دلوقتي لما انا اجي اقول لك كل حاجه، تمام، انا مش عايزك انت تعتمد على حد يجي يعرفك. ليه؟ لان انت لما تقع هتعوز حد يقومك. لا، انا مش عاوز حد يقومك، انت اللي تقوم بنفسك، تقوم انت بنفسك وبخبراتك السابقة. لان انا وقعت في عقبات كتير جدا، وانا اللي قمت بنفسي، ما استنيتش حد يجي يشدني من ايدي ويقومني، انا اللي قمت بنفسي.
صدقني والله ثم والله وتالله ما في حد هيفيدك. اللي هيقومك مرة مش هيقومك تاني مرة. انت لازم تقوم نفسك بنفسك يا ريس. ما تستناش حد يجي يقولك تبدأ ازاي. انت ابدأ دور بنفسك لو انت فعلا عايز الموضوع ده. لو انت فعلا عايز تنجح ابدأ بنفسك ودور بنفسك. مفيش حد هيدور مكانك. يا اما بقى تروح تدفع الافات في كورسات عشان تتعلم. معاك في الموضوع ده. بس هتاخد شهور وهتاخد وقت طويل جدا. لانه هيعلمك الاساسيات كلها من الصفر وكل زرار هيعلمهولك. هو ده تعليم كويس وتعليم اساسي. لكن انت دلوقتي لما انت تكون مستعجل على الحاجة فما تقولش لا انا لازم استنى لما اخد كورس. لو انت فعلا عاوز تعمل حاجة ابدأ ما تستناش. انا ما كانش معايا 8 كورس عشان اتعلم. والله ما كان معايا 8 كورس عشان اتعلم. هل بقى ان انا اسكت؟ لا انا مش هينفع ان انا اشتغل عشان انا مش متعلم ومش هاخد كورسات وبتاع. لا بدأت يا ريس. اليوتيوب في كل حاجة. اليوتيوب في مليان في في كورسات. بس انا ما خدتش كورسات. انا خدت خلفية بس عن كانفا. تمام. وبعد كده بدأت ان انا اشتغل لكذا واحد والموضوع مشي معايا وتمام وبدأت في الموضوع لغاية دلوقتي شغال. وبعد كده شوية لما انا جمعت تمن الكورسات بدأت ان انا اخد كورسات عن ادوبي فوتوشوب والاستريتور وبدأت اشتغل على الحاجات ديت. واخيرا المفاجأة اللي انا سايبها لكم في الاخر. شفت انت خبرة سنتين ونص؟ الخبرة دي كلها والعناء اللي انا عانيته ده كله انا هعمل لك كورس. تمام. عبارة عن PDF من اول واحد لغاية مليون. تمام. هيعرفك كل حاجة من الصفر. تبدأ ازاي وتعمل ايه وازاي اصلا توصل للي انا وصلت له. هو عبارة عن كورس PDF هيعرفك كل حاجة بالخطوة الواحدة بالسنتيمتر وتمشي عليها بالسنتيمتر. فبتستناش حاجة. ابدأ دلوقتي عشان مفيش حد هينفعك. مفيش حد هينفعك نهائي. لا اهلك هينفعوك ولا اصحابك ولا اخواتك ولا اي حاجة. اللي هينفعك ربنا سبحانه وتعالى ثم نفسك. لازم انت تنفع نفسك وتستعين بالله سبحانه وتعالى اولا وابدأ رحلتك. السلام عليكم.